السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي الغاليين عليا؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا الغدا. ايه هو الغدا يا ميسة؟ يا ترى ايه؟ عملنا بسلة ورز وفراخ. تتوقعوا عاملين الساعة كام؟ الولاد يجوا الساعة 1 كده بالليل وقالوا يا ماما احنا عايزين ناكل فراخ. قلت لهم الساعة 1؟ طب سيبوني ارتاح شوية. لا يا ماما احنا عايزين ناكل فراخ دلوقتي. قمت اعمل فراخ. قلت يلا يا ميسة بقى جهز الحشو بتاع الفراخ. نزلت هنا بالرز وبعدين البصل والفلفل الأسمر زي ما انتوا شايفين كده، والقرفة. طبعا أنا دايما قلت لكم قبل كده إن أنا بحب دايما في كل أكل أحط قرفة حسب ما انت عايزة، ومعلقة السمنة بتاعتنا، وشوحته على البوتاجاز. ليه يا ميسة طيب مش عملتيه وحطيتيه على طول في الفراخ؟ أنا دايما بحب أديله شوية تسوية كده بسيطة حلوة وأرجع أحشي بيه الفراخ، عشان الفراخ البلدي بالذات بتاخد وقت في التسوية وممكن يطلع معانا ني من جوه، فاحنا بنحبه مستوي وياخد معايا نص سوا. وهنا حطيت مرقة الدجاج والمية ويلا نغطي عليه. الجو طبعا شتا والجو بدأ يسقع، أنا بحب أعمل أكل بسرعة عشان ما ياخدش معايا وقت. قلت هنا على العين التانية هولع على الرز. حطيت الزيت والشعرية عشان تتحمر، وجيت هنا أبص على الحشو بتاع الفراخ. كانت هنا الشعرية اتحمرت، نزلت بالرز عليها وقعدت بقى أكلم ولادي وأقول لهم الله يسامحكم كل يوم طبعا أكلكم متأخر دايما، يسهروا بالليل ويلا يا ماما قومي اعملي لنا عشاء، قومي يا ماما اعملي لنا عشاء. هنا طبعا قلبت الشعرية مع الرز ونزلت بالملح الأبيض وعمالة أدعي لولادي في سري. الجو ساقع ومش قادرة أقف. طب خلوها بكرة، لا النهاردة يا ماما. وكده خلاص الحشو بتاع الفراخ استوى معايا. شايفين لسه الرز ماسكة نص سوا حلو، عشان الرز يبقى حلو كده وطعمه حلو وولادي ياكلوا منه على طول، ميبقاش عندنا ضيف ونلاقي رز مستوية ورز مش مستوية. هنا بقى نزلت بشوية الزيت دول، لأن دايما لما باجي أعمل فراخ أو حمام أو لحمة أو طير مهما كان هو، دايما بحب أشوحهم الأول في الزيت. استحالة إن أنا أحط الشوربة وأرجع أحط الطير، لأني بخاف من الزفارة وما بحبلهاش. طب انتي يا ميسة بتغسليها وتنقعيها؟ لا استحالة. بس هنا الظاهر كنا بنعمل ايه؟ بسلة. نزلت بالزيت ومعلقة السمنة والدهنة بتاعتنا. أنا ولادي بيعشقوا حاجة اسمها دهنة، لازم تكون في الأكل، ولو حمرتها زيادة ما يحبوهاش، عايزينها نص تحميرة. ونزلنا بالدهنة عشان خاطر تستوي معانا، وبعدين نزلت بالبصل عليها. هنا بقى كانت الأنبوبة خلاص قربت تشطب، فقلت يلا يا ميسة على السريع كده خلصي الأكل قبل ما الأنبوبة تشطب معايا وما كملش الأكل بتاعنا. هنا بقى نزلت في الأرض، قلت لا مش هعرف أدني واقفة. جبت الفرخة المحترمة بتاعتنا دي، حطيتها على الصينية والحشو في الطبق وقعدت أحشي في الفرخة. طبعا هنا هبتدي إن أنا أفتح الجوانب بإيدي، أنا كده كده فتحاها وغسلاها كذا مرة ومنضفاها، بس برضو يعني بحب أشوف تاني وأمد إيدي فيها كده وأشوفها، وأنزل بالرز في الجوانب. الفرخة بتبقى حلوة كده وشد حيلها وزي الفل. ولادي طبعا واقفين حواليا قدامك كتير يا ماما. قلت لهم لما تطلب مني الأكل الساعة 1 مش يسألوني هخلص إمتى، بس أنا أصلا دايما متعودة إن أنا أحب أخلص الأكل بسرعة. شفتوا الفرخة خلصت وبقت زي الفل متنضفة ومتظبطة. ورجعت هنا أدور على البصلة. أول فرخة عملتها قلت لو قعدت عشان أعمل بقية الفرختين اللي التانيين ممكن البصلة تتحرق مني. وطلعت هنا نزلت بالطماطم على البصل والبصل، وكانت الكبة فيها شوية طماطم، قلت أحط عليها سنة مية وأنزل بيها.
قلبتهم هنا مع بعض ونزلت بالملح والفلفل الأسمر. بعد ما خلصنا تقليب هنغطي الحلة ونرجع للفراخ بتاعتنا. قلت لا بص على الرز بالمرة يا ميسة وبعدين اقعدي. هندنينا نقعد ونقف. بيقولك الست الشاطرة بتخلص أكلتها بدري. طب أنا بخلص بدري برضه مش نافع، بالليل برضه مش نافع، طب هنعمل إيه؟ عندي ولادي دايما ما بيطلبوش أكل تاني غير بالليل، وأقول لهم والله اللقمة بتاعت بالليل دي مش هنستحملها هتتعبنا. طول ما هم سهرانين طول ما جهازي عشاء يا ماما. كتير بحب أهرب منهم وأنام بدري. هنا بقى حشينا التلات فرخات وخليناهم زي الفل ما شاء الله عليهم. صلوا على النبي يا جماعة وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما حشيناهم. انا قلت ابص على البسلة واشوف اخبارها ايه. خلاص غلو الطماطم غليت معانا مرة واتنين وتلاتة كده زي الفل وزي الورد. انزل عليها مرقة الدجاج. معلش بقى انتوا عارفين اكل الليل ده مش تسألوني عليه. هنا طبعا البسلة انا غسلاها ومظبطاها وزي الفل وحطيتها في الفريزر، وجبتها من الفريزر عارفه ان هي نضيفه مرضتش احط عليها ميه تاني عشان مش تدبل مني كده واحس ان هي طريت خالص فيا. وبصيت على الرز زي الفل شلت الرز وقلت نحط الحله اللي احنا هنعمل فيها الفراخ. معلقه الزيت اللي انتوا شفتوها ومعاها معلقه السمنه بتاعتنا بتاعت كل مره. طبعا انتوا عارفين السمنه والزيت دلوقتي وعارفين اسعارهم. طبعا كل حاجه بنعملها بحساب دلوقتي ونحطها بحساب. فين ايام زمان الايام الحلوه اللي كنا نسيح صفيحه السمنه ونعمل بيها الفطير ونعمل بيها القرص ونعمل بيها القرايش. ما عادش فيه مش عارفين نعمل حاجة. وهنا نزلت بأول فرخة وتاني فرخة. صلى على النبي بقى معانا كده ونزلنا بتالت فرخة. ما شاء الله عليها الفراخ بتنطق في الحل. وهنا عملت ايه البصلة والطماطم اللي احنا متعودين عليها ودايما بحط معاها التوابل. المرة دي حطيت معاها الفلفل الأسمر والملح الأبيض بس. يلا بقى نكمل توابل عليها. هنا حمرتها كده يعني اديتها تشويحة على الجنب ده وعلى الجنب ده، وكانت التالتة دي لسه ما اتشوحتش قوي. طبعا منقوعة في خل وبصل وطماطم وليمون وفلفل أسمر وزي الورد. وهنا نزلت بالثلاث بصلات الحلوين دول طلعوا 4 مش مهم مادام في بصل خلاص الخير كتير. هنا بقى نزلنا بالأربع بصلات. هتعملي ايه تاني يا ميسة؟ هتحطي ايه يا ترى؟ مم. قطعنا لقيت طماطميتين محطوطين جنبي قلت لا حرام اسيبهم ليه ابيتهم ليه في التلاجة خسارة، على الأقل اتلكك والصبح اجيب طماطم تاني. المهم رحت قطعت الطماطميتين في الحلة. أنا عايزة شوربة شوربة زي ما قال الكتاب. وهنا بقى نزلت بمرقة الدجاج. في طبعا انت حابة تحطي مرقة حطي مش حابة بلاش منها خالص. هي بس كانت جامدة شوية رحت أنا فاتحاها ومكملة اللي فيها. ويلا بقى نشوف التوابل. التوابل الحلوة بتاعتنا. نزلت هنا بالكمون. وعملت ايه تاني يا ميسة؟ ونزلت بورق اللورة. عمالة ابص بقى في كل البهارات اللي عندي. ونزلت ببهارات الفراخ. شايفين كل البهارات اللي في العلبة حطيت منها عشان تدي ريحة وطعم جميل. يلا بقى ننزل بالحبهان. طبعا انا مولعة عليها وعمالة تتشوح ده جميل جدا. بتاخد ريحة السمنة بتاخد ريحة التوابل ومعاها البصل ومعاها الطماطم
وبتدي ريحة جميلة جدا للطير. ابني هنا واقف وعمال يشدني من الطرحة، بهدل الدنيا. عايز اشوف يا ماما، عايز اشوف. يبقى احنا كده حطينا كل التوابل على الفراخ. الفراخ ما عادتش ناقصها اي توابل. ورجعنا هنا للبسلة. ما شاء الله على البسلة، بتنور في الحلة. وهنا سبتها شوية تتشوح ونزلت بالمية عليه. كانت الريحة تجنن، كانت الريحة بتاعتها قلب الشقة كلها. الولاد وانا لسه بشوح فيها يقولوا استوت يا ماما، استوت يا ماما. لسه ما استوتش، ده لسه. وزودت المية لان انتوا عارفين هي بتاخد وقت، ووقت بتستوي فيه مش زي الفراخ البيضة، فلازم تكون شربتها مظبوطة. ورجعت تاني ابص على البسلة اشوفها لو محتاجة حاجة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها. ومعلش بقى الإضاءة طبعا ايه كده. خلاص الفراخ استوت زي الفل وطلعناها من الشوربة بتاعتها. هتعملي ايه يا ميسة؟ طبعا انا متعودة ان انا اعمل لها التتبيلة بتاعتها وادخل لها الفرن واشويها. بس كان البوتاجاز عامل ماس كهربائي كده، فشلت الفيشة ومعرفتش احمرهم جوه في الفرن. قلت لا، احمرهم في الصينية الحلوة المحترمة دي. احمر التلاتة مع بعض. كان دايما بحمر في صواني صغيرة، فقلت الصواني دي حلوة، طب ما احمر فيها لو 3 فرخات 4 فرخات ويطلعوا مرة واحدة. عندنا ضيف، عندنا حد، ايه رأيكم؟ قمت جهزت الاكل لولادي ورضيتهم بسطتهم، وبرضه ما سابونيش. طب عايزين ايه تاني بعد العشاء ده كله؟ هتعملي لنا ايه الحلو يا ماما؟ لا، انا هنام كده كويس خالص. 3 فرخات المحترمين اهم. ما حبيتش ادوس عليهم في التحمير قوي.